مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. من نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اقليم عنسبة يحتفل بعيد المراه في مديريه هبرو. اجتماع لمكافحه الطبخ في مصور. تنفيذ انشطه التطوير التنموي في عرزه. تصادم بين سفينتين عسكريتين فلبينية وصينية ببحر جنوب الصين. حلف شمال الأطلسي يطلق تدريبات الاستجابة لدول الشمال الأوروبي. ظاهرة النيل بدأت بالتراجع لكنها لن تعني نهاية الطقس القاسي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. احتفل إقليم عنسبة بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في احتفال أقيم يوم الخامس من مارس بمديرية هبرو. وفي الحفل الذي حضره وزير الأراضي والبيئة السيد تسفاي قبر سلاسي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل، قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن أن الثامن من مارس هو يوم نجدد فيه العهد لمساواة كاملة في مسيرة النضال وتقييم تقدم المرأة الإريترية، مؤكدة على أن تاريخ وطنية ومثابرة وبطولة المرأة الإريترية تم توثيقها بألوان زاهية في جميع مراحل النضال. وأوضح حاكم إقليم عنسبة سفير عبد الله موسى أن الاحتفال بالثامن من مارس للعام 2024 في الوقت الذي حقق فيه الشعب الإريتري وقوات دفاعه انتصارات كبيرة في تعزيز القيم الإريترية وتأمين سيادة البلاد يعتبر فخرا مزدوجا. وقد تم في المناسبة توزيع الجوائز على الفائزين في الأنشطة الفنية والرياضية التي نظمت على شرف هذا اليوم. وشهد الحفل مناشط فنية عكست مشاركة ومساهمة وشجاعة وبطولة المرأة الإريترية. عقد اجتماع في مدينة مصوى يوم الخامس من مارس لأصحاب المرافق الخدمية لمناقشة تنفيذ تعليمات حظر السجائر والتبغ في الأماكن العامة بالمدينة. وأوضح مسؤول قسم السياحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد موسى إبراهيم أن الإنجازات التي تحققت حتى الآن تعد نقطة انطلاق لعمل أفضل في المستقبل، داعيا للعمل الجاد والمنسق للوصول إلى التغيير السلوكي في المجتمع والذي يتطلب عملا طويلا. وقدم في الاجتماع شرحا وافيا عن إعلان مكافحة التبغ رقم 143 للعام 2004 والتدخين وآثاره الصحية والتدخين والبيئة ودور التواصل في إحداث التغيير السلوكي. وقال مدير مدينة مصوى السيد هيلي أسفهان أن البرنامج ظل يعمل به بقدرات محدودة ويجب تعزيز مشاركة كافة الجهات وعدم ترك المهمة لجهة بعينها. ونشد المشاركون بضرورة العمل الجاد لتنفيذ الإعلان رقم 143 للعام 2004 بالرغم من الفهم العالي للمجتمع بأضرار التبغ. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني في السها في ختام الاجتماع أن استخدام السجائر والتبغ له تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب أضراره الصحية، داعيا الجميع للمساهمة في إنجاح الحظر. اكتمل بناء سد طيلو في مديرية حقات المشيد لحل مشكلة مياه الشرب والسقي وتنمية المياه الجوفية. تبلغ سعة السد الذي تم بناؤه بالتعاون مع إدارة إقليم عنسبة ووزارة الزراعة والفرقة العسكرية 57 100 ألف متر مكعب من المياه. وقال مدير ضاحية قلاس السيد سناي بيتروس في مراسم التدشين التي حضرها قائد الفرقة العسكرية 57 المقدم ميكائيل ولداب أن السد سيحل مشكلة مياه الشرب في المنطقة. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة مديرية حقات السيد تخل هيمانوت موسائيل بالتنسيق في أعمال بناء السد، داعيا السكان والمزارعين للاستفادة المثلى من السد بإصلاح مساقط المياه. ونظم سكان ضاحية قلاس مأدبة قضاء لأعضاء الفرقة العسكرية 57 تعبيرا عن شكرهم لمساهمتهم الفاعلة في بناء السد. هذا وكان قد شيد سدا آخر الشهر الماضي في ضاحية حشيشاي بمديرية حقات. ناقشت إدارة مديرية كركبة مع السكان سبل الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتقوية تأطير المرأة. ودعا مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس لدى لقائه سكان ضواحي أملايت وهمش دبة وكارع إلى الدفع بأنشطة حماية التربة والمياه لأهميتها الكبيرة وتنظيم حملات النفير لإصلاح مساقط المياه وتمهيد الأراضي الزراعية وتنمية الغابات والحياة البرية. وحث السكان إلى حسن استغلال مؤسسات الخدمات الاجتماعية بشكل عام ومرافق المياه والتعليم بشكل خاص. في غضون ذلك أفاد الاجتماع الذي عقد في أملايت بأن الجهود تبذل لتعزيز تنظيم المرأة في المديرية ورفع مشاركتها في جميع المجالات.
وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية كركبة السيدة فاطمة أبو بكر أن الاتحاد يقوم بمبادرات لتقوية التأطير وتنظيم المرأة، داعية لمواصلة دعم ومساهمة الهيئات الحكومية للحصول على المزيد من الفعالية. أعلن مكتب الصحة في مديرية قلوج بأن تغطية التطعيم زاد إلى 98% في إطار الجهود الجارية لمكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بشكل عام، وتلك التي تؤثر سلبا على نمو الأطفال وصحتهم بشكل خاص. أوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض جيلاي موسازجي لوكالة إرينا تقديم التطعيم ل11 نوعا من الأمراض، وقد حقق ذلك نتائج إيجابية في صحة الطفل والأم. وذكرت مساعدة التمريض وينشيت الدسي أن أنشطة التوعية الجارية بأهمية التطعيم رسخت المعرفة الصحية ورفعت من عدد الأطفال المطعمين. يقوم سكان مديرية عرزة بأنشطة نفير واسعة لإصلاح الطرق المتضررة والحفاظ على التربة والمياه. وأوضح مدير المديرية السيد رسوم كفلة مريم صيانة أكثر من 24 كيلومترا من طريق عرزة مايدما بالنفير الذي يشارك فيه نحو 6000 من السكان منذ شهر يناير الماضي. هذا ويربط طريق عرزة مايدما الحيوي الإقليم الجنوبي بإقليم القاش بركة، ويشمل النفير الذي يساهم في استقرار التربة والبيئة بناء المدرجات والحواجز المائية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلن خفر السواحل الفلبيني أن إحدى سفنه تعرضت لإضرار بعد اصطدامها بأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني خلال قيامها بمهمة إمداد في بحر جنوب الصين. وتضاربت الأنباء بشأن المسؤولية عن الحادث بين الطرفين، فقد ذكر عميد في خفر السواحل الفلبيني أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ترافقها مجموعة السفن قامت بمناورات خطيرة وعرقلة نتج عنها تصادم أدى إلى إضرار طفيفة في هيكل سفينة خفر السواحل الفلبيني. وأشار إلى أنه تم نشر سفينتين لدعم عملية التناوب وإعادة تموين القوات المسلحة الفلبينية في المنطقة. في المقابل، أعلن خفر السواحل الصيني في بيان أنه اتخذ إجراءات السيطرة ضد ما وصفه بتوغل غير قانوني لسفن فلبينية في جزء متنازع عليه من بحر جنوب الصين. ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه منذ ديسمبر الماضي، عندما استخدمت سفن صينية خراطيم مياه ضد زوارق عسكرية فلبينية. بدأ حلف شمال الأطلسي تدريبا للدفاع عن أراضيه الموسعة حديثا في شمال أوروبا، حيث يشارك أكثر من 20,000 جندي من 13 دولة في تدريبات تستمر قرابة أسبوعين في المناطق الشمالية من فنلندا والنرويج والسويد. ومع مشاركة أكثر من 4,000 جندي فنلندي، تمثل استجابة الشمال 2024 بقيادة النرويج أكبر مشاركة للوافد الجديد في الناتو على الإطلاق في مناورة أجنبية وفقا للجيش الفنلندي. وقالت قوات الدفاع الفنلندية في بيان: لأول مرة ستشارك فنلندا كدولة عضو في الناتو في ممارسة الدفاع الجماعي عن مناطق الحلف. وقالت القوات المسلحة السويدية أن نحو 4500 فرد من القوات الجوية والجيش والبحرية سيشاركون في التدريبات التي تجرى في ظل ظروف الشتاء القاسية في القطب الشمالي. تقول المنظمة العالمية للإرصاد الجوي أن ظاهرة اللينو بدأت في الانخفاض، لكن الأمر لم ينتهي بعد. وبلغت الظاهرة المناخية التي أدت إلى تفاقم موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة منذ يونيو الماضي ذروتها كواحدة من أقوى 5 ظاهرة مسجلة في ديسمبر. وهنالك احتمال بنسبة 60% أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة حتى شهر مايو، وفقا للمنظمة العالمية للإرصاد الجوي. ولا يمكن تفسير ارتفاع درجة حرارة البحر بظاهرة اللينو وحدها، وعلى الرغم من أنها كانت أضعف مما كانت عليه في العام 1997 والعام 1998 وحتى العام 2015 عندما حدثت آخر مرة، إلا أن ظاهرة النينو الحالية ظهرت بسرعة، مما أدى إلى ظواهر مناخية متطرفة لم نشهدها في العقود الأخيرة. في الخبر الأخير، ارتفع سعر الشوكولاتة بنسبة غير مسبوقة وصلت 55% من سعره خلال هذا العام فقط، متأثرا بتكلفة طن الكاكاو التي تضاعفت 3 مرات في العام الماضي. ولعب الطقس الجاف والآفات الزراعية دورا كبيرا في تقليص إنتاج الكاكاو في غرب إفريقيا، وتسبب في خسارة مساحات زراعية كبيرة كانت مخصصة لزراعة المحاصيل.
وتعد قانا وساحل العاج أكبر المصدرين لثمرة الكاكاو في العالم، والبلدان مسؤولان عن أكثر من نصف إنتاج العالم من الشوكولاتة. ويقول خبراء أن الانخفاض في زراعة إنتاج الكاكاو قد تكون له تداعيات كبيرة على سوق الشوكولاتة العالمي. في نهاية النشرة لكم تسكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تغليم عن صبا يحتفل بعيد المرأة في مديرية حبرة. اجتماع لمكافحة الطبخ في مدينة مصوى. تنفيذ أنشطة نفير تنموي في مديرية عرزة. تصادم بين سفينتين عسكريتين فلبينية وصينية في بحر جنوب الصين. حلف شمال الأطلسي يطلق تدريبات الاستجابة لدول الشمال الأوروبي. ظاهرة الدين بدأت في التراجع لكنها لن تعني نهاية الرأس القاسي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.